نبعد شويه. طيب انا اخيرا الجاكيت ده بقى في دولابي، والمفروض ان انا هنسقه معاكم دلوقتي. مريت بمعاناه بسيطه كده علشان اشتريه. احنا كنا في اخر الشهر، بتفهمي من اخر كلمه اخر الشهر دي ان انا مفلسه. انا نقيت افضل لبس عندي، ضاق عليا قصر عليا وكده، وبعت منه بسعر رمزي. مش عيب ان انا اقول كده، عادي جدا، لان هو من الصحه اصلا ان انت لو عندك اي قطعه ملابس مش بتلبسيها فانت ممكن تبيعيها بسعر رمزي، وهتروح لصاحب النصيب او تديها لصاحب النصيب على طول من غير ما تبيعيها. طبعا انا في الحاله دي كنت محتاجه ان انا اكون 8 حاجه، فبعت البلوفر. وعلى فكره انا عملت سيرش على كلمه سرفت، عرفت ان هو حل اقتصادي، فهي حاجه عاديه خالص ان احنا نعمل حل اقتصادي، ان احنا نجيب لبس جديد او نبدل لبسنا. في الاخر الحمد لله ان انا اشتريته وبعت حاجات واستلفت نص ثمنه الباقي. برضو مش عيب ان احنا نستلف من الافراد اللي عندنا في البيت، المهم تسد اللي عليكي. خلينا نخلص من الموضوع ده وشوف انا ممكن البسه ازاي. ممكن ان البسه على فستان طويل، وهو طويل فحاسه شكله حلو جدا، او ممكن نخليه هو الفستان. ممكن برضو البس عليها بنطلون جينز نفس الدرجه ولبست عليها بوت اسود، وفي الحاله دي هلبس شنطه سودا علشان تربط بين الطرحه والبوت والجاكيت. شخصيتي بقى عشان بحب البس قطقم حنفي القبها قوي. الطقم ده شبه اللي فات بس اختلاف البنطلون، لبست بقى الطقم كله اسود في اسود، والطرحه طبعا فيها اسود وعلى نفس الشنطه ونفس البوت. وبكده يكون خلصت. وقولولي انهي حاجه.